السلام عليكم. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما نبدا حلقتنا، ان صاحب التوقع الصحيح لمباراه اليوم وهو فوز النادي الاهلي 2-1 على بيراميدز. باذن الله هنعمل قرعه بكره باذن الله، ونختار فيها واحد بس من الناس اللي توقعت كلهم بنتيجه 2-1 للنادي الاهلي وهو فوز النادي الاهلي. وباذن الله هنتواصل معاه ونجيبه الاستوديو باذن الله ونسلمه التيشيرت في الاستوديو معانا. الحاجه الثانيه وهو سؤال عم باتشيكو. السؤال الاول كان في مباراه الزمالك وهو هرب منه ما ردش عليه، ولحد الان ما ردش عليه، اللي هي بتاع القضيه ممكن. وهو باي قذيفه جاءت يا باتشيكو بتاعت محمد مجدي قفشه. والنهارده الهدف الثاني اللي هو براسيه حمدي فتحي، وبنقول له باي راسيه جاءت يا باتشيكو. اتمنى تجاوب على السؤال قبل ما تمشي وتسيبنا. تعالوا بقى نبدا حلقتنا. السلام عليكم اصدقائي وصديقاتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم في التسعين. لو عجبك الفيديو ديسلايك وشير وكومنت وادخل على الصفحه واعمل اعجاب، ولو ما عجبكش الفيديو برضه ديسلايك وشير وكومنت وادخل على الصفحه واعمل اعجاب. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الاهلي يفوز بكاس مصر للمره ال 38 في تاريخه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبوه وجهازه الفني ببطوله كاس مصر رقم 38 في تاريخه، ليصل الى البطوله رقم 145 في تاريخ النادي الاهلي خلال 116 سنه. هنبدا بالاهلي. الاهلي كان بيلعب 4-3-3 وبيراميدز كان بيلعب 4-2-3-1. الاهلي كان بيعتمد دايما على تدوير الكرة كتير، في طبعا زي ما احنا عارفين ان هو دايما بيحب يطلع بالكرة من الخلف اللي هي البيلد اب. وكان لاعب رامي ربيعه مخصوص عشان كده مع مكان ياسر ابراهيم، واحنا عملناها في الشوط الاولاني. بس دايما كنا بنتاخر كتير قوي في لعب الكرة، وسواء في الباص الطولي ما بنبصيش بمعنى صح باص طولي الا في لحظه واحده بس، اول ما الكوره تيجي لعمرو السوليه. وعمرو السوليه متسرع دايما ان هو يلعبها على بيرسي تاو او حمدي فتحي اللي بيدخل دايما ما بين احمد سامي واسامه ابراهيم، وبيرسي تاو اللي دايما كان بيدخل مكان محمد حمدي واحمد سامي. احنا شفنا اللعبه دي اتكررت اكتر من مره، بس كان فيها تسرع كبير جدا. طبعا باتشيكو حافظ اللعبه دي وقدر يقفل مفاتيح اللعب من البدايه. في نقطه ثانيه بيعملها مستر كولر، ان هو كان بيلعب للشحات، والشحات اللي بيلعب كصانع لعب للنادي الاهلي، اللي هو كان دايما بيطلع معلول، وهو عمل كورتين منهم لعلي معلول، والكره الثانيه للسوليه اللي كان فيها ضربه جزاء، وفهيم عمر قال لك مفيش ضربه جزاء. الكره بتاعت علي معلول لو كهربا استغلها صح كان هيبقى الهدف الاولاني. طبعا كولر كان بيلعب بخطه 4-4-2 في الارتداد الدفاعي، وكان بيلعب بكهربا دايما على اسامه ابراهيم، وكان بيلعب بحمدي فتحي على احمد سامي. نيجي للشوط الثاني، واحنا عارفين كلنا ان الاهلي عمل تغيير وبيراميدز عمل تغيير. الاهلي نزل قفشه مكان السوليه، وتغيير اتاخر جدا، بس السوليه هو اللي طلب من كولر ان هو يغير الاصابه. وطبعا احنا شايفين ان السوليه مستواه سيء جدا. لازم كولر يفكر في خط النص كويس، لان انت كان عندك قفشه وكان عندك القندوسي وكان عندك ديانج. الكلام ده احنا بنتكلم عليه كتير، ان كولر دايما بيتاخر في التغييرات. وباتشيكو نزل ابراهيم عيسى وقلب الطريقه ل 4-4-2 صريحه. ودايما كان بيعمل حاجتين، اللي هو دايما بيجمع الكوره على اليمين وينقلها دايما عند رمضان صبحي عشان يخلق دايما واحد ضد واحد على محمد هاني. بس محمد هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه كان بيميل عليهم، وقدروا يقفلوا سواء رمضان صبحي، وقدروا يقفلوا على رمضان صبحي او ابراهيم عيسى او اي حد يروح على الجبهه اليسار. والحاجه الثانيه ان هو كان بيلعب دايما على الكره الثابته، وقدر يستغل الكره الثابته باحراز هدف. وانا من وجهه نظري ان هو غلطه الشناوي، لان الشناوي ما قدرش في الكره الثانيه حتى ان هو يقفل الزاويه اللي هو راحت فيها الكوره او المرمى. وغير كده ان هو ما مسكش مان تو مان من البدايه او ما اتكلمش مع اللعيبه. بحس دايما ان الشناوي ما بيتكلمش كتير مع اللعيبه وده غلط. ونيجي للنادي الاهلي. الاهلي لعب على تدوير الكوره زي ما احنا شفنا برده في الشوط الاولاني، ودايما كان بيتاخر كتير قوي في الكوره. بس كان بيعمل حاجه واحده لما نزل قفشه، ان هو دايما بيجمع الكوره على اليسار وبيلعبها دايما على بيرسي تاو او بيلعبها في المنطقه على حمدي فتحي اللي كان بيخترق من المساحه اللي بين اسامه ابراهيم وبين احمد سامي. بس ما قدرناش نستغل ولا كوره الا بعد الهدف الثاني طبعا، اللي جت كوره من ضربه ثابته من ياسر ابراهيم، وكهربا احرز هدف التعادل. نيجي للوقت الاضافي الاول، والكره اللي الاهلي كان دايما بيلعب عليها، وهي ان الشحات دايما يستلم على اليسار ويلعب كصانع لعب، ودايما يا اما يلعبها على تاو على الوينج اليمين، او يلعبها في اتجاه المرمى باص طولي على حمدي فتحي او كهربا. وحمدي فتحي قدر يستغل الكوره ويحرز الهدف الثاني، وبقت النتيجه 2-1. وطبعا احنا عارفين ان الاهلي غير الخطه بعد ما احرز الاهلي الهدف الثاني، ولعب بحمدي فتحي ما بين المساكين اللي هو ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، ولعبنا 5-3-1.
علشان نقفل المنطقه العمق سواء في الضربات الثابته او العرضيات. طبعا احنا شفنا باتشيكو اللي هو نزل كريم حافظ وفخر الدين بن يوسف عشان يلعب دايما على الكور العاليه، وعشان يستغل فخر الدين بن يوسف اي كره عرضيه ويحرزها هدف او الكره الثابته. بس قدر الاهلي يحجم الماتش، الخطه اللي لعب بيها في الاخر. بس جينا في الوقت الاضافي الثاني ومحمد عبد المنعم اتطرد. ونصيحه مني لمحمد عبد المنعم، انت لعيب كبير، ما تخليش اي حد ينرفزك في الملعب، وانت لازم يكون عندك خبره في المباريات اللي زي كده. وطبعا الطرد ده كان ممكن يكلفنا كتير، ولكن الاهلي فاز من المباراه عن استحقاق وعن جداره. ومبروك لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي، والف شكر لحضراتكم، ومع السلامه في برنامجكم في التسعين.